فيديو سريع كده هقول لكم فيه ازاي قصيت القصة بتاعتي بطريقة سهلة وبسيطة وفي البيت. اول حاجة كده اعملوا لايك شير كومنت اعرف رأيكم ويلا نخش نشوف طريقة قص القصة. اول حاجة بتجيبي 3 صوابع كده وبتعلمي على المكان اللي انتي هتبتدي منه تفرقي، وده يبقى السمك بتاع القصة مقدار 3 صوابع. تمام. عايزة بقى تكملي الفرق لغاية ودانك او لغاية القورة بس، من الجوانب بتاعت القورة تمام. عايزة تاخدي الجنب ده كله تمام لو انت عايزاها متدرجة بالطول بتاعها لغاية الودان. انت طبعا المتحكمة في الطول بتاع الدوران بتاع القصة زي ما انتوا شايفين. هنلم بقيت شعرنا كده، ويستحسن القصة بتاعتك تكون مندية او مبلولة شوية. خلاص. طبعا شلنا كده، هنفرق القصة، خدنا كده اللي هو التلت كده. وبعد كده عندي بقى الجزء اللي في النص ده بخليه كله الاول طول واحد. تحاولي طبعا لازم شعرك يكون مندي او مبلول شوية، وتمسكي كويس عشان يبقى كله طول واحد، والمقص معاكي يبقى حامي عشان يساعدك في القص. تمام. بعد كده بقى افرقي من النص، او عايزاها من التلت والتلتين، عايزة من النص زي ما انت عايزة، الفرق اللي انت بتحبيه بتاع القصة بتاعتك. امسكي بقى درجيها، بيكون الجوانب من ناحية الودان بيكون أطول، بعد كده بتطلعي على أقصر. طبعا الطول بتاع القصة والتدريجة انت المتحكمة فيها برضو، بس في الأول ما تقصيش جامد عشان انت لسه هتدرجي. فلما تدرجي بعد كده ما تقصرش منك قوي. يستحسن تبقى طويلة أحسن ما تبقى قصيرة، لأن لو قصرت مش هنعرف نطول. تمام كده. بعدين ابدأي بقى خدي الجزء اللي في النص كده زي ما انا بفرق كده، وزي ما انت شايفة الفيديو. تمام. وحاولي بقى ايه تظبطي الجزء اللي في النص ده يبقى اقصر شوية. فاهماني؟ فاحنا كده بندرج تاني، فعلشان كده في الاول قصي على طويل، وبعد كده ابدأي درجي زي ما انت عايزة. بعد كده ما ظبطت الطول كده في النص، بحاول بقى الجوانب الطويلة دي بحاول اظبطها تبقى اطول شوية من القصة. ليه؟ لان انا لسه لما بتتكوي او بتتفرد على الجنب فتيجي القصة متدرجة. تمام كده. حاولي بقى تفرقي وتشوفي انت الطول اللي انت حباه، حابة تظبطي فيه. طبعا انا حسيت ان في اطوال زيادة، فطبعا ايه هبدأ اظبط كله بالمقص، يجي بتدريجة واحدة بالمقص. تمام. خلي بالكم الوقت ده، يعني الموضوع ده بياخد وقت شوية وتركيز شوية. فلو لقيتوني طولت شوية معلش، هو انا بحاول قبل ما اقص لازم اتأكد من الطول اللي انا عايزاه او الطول المظبوط. برضو لما كنت احس ان فيه لسه طول بحاول برضو اظبطه واقصر شوية زي ما انت عايزة. وخلي بالك الجزء اللي في النص بيبقى اقصر من الجوانب. المهم برضو في ملحوظة، ما تقصريش قوي غير لما مثلا تعمليها بالاستشوار او مكوى. وتتأكدي ان ده الطول التمام. اوكي، عايزة تقصري تدرجي تاني تمام. انا ما حبيتش ادرجها قوي، لان انا لما بيبقى في النص قصير قوي مش بيليق على وشي، لان انا وشي طويل. فالافضل ليا ان انا جاية بتدريجة بس على طويل مش قصير. المهم في الاخر بقى حبيت اعمل شعري كله بقى ويفي علشان اشوف الشكل والقصة شكلها ازاي مع باقي الشعر. كمان عايزة اعرفكم حاجة، وانتي بتعملي القصة بتاعتك بتكويها، كمان انتي المتحكمة فيها، انت تعمليها كيرلي، تعمليها ستريت، تعمليها لفوق نايمة لتحت، براحتك خالص. فانا بحب اكوي الشعر واظبط القصة واشوف ايه اللي فيها ممكن يقصر، واحاول اقصره بعد كده، او اظبط الشيب والشكل بتاعها. تمام. بس يا رب الفيديو يكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش في نهاية الفيديو لايك شير كومنت اعرف رأيك. كمان ما تنسوش سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ريهام صبحي ريهام's كيتشن، وكمان فولو على البيج بتاعتي على الفيسبوك بنفس اسم القناة. وهسيبكم مع اللوك النهائي، واكتبوا لي رأيكم، ضروري ضروري اعرف رأيكم. ميرسي جدا على المتابعة، اشوفكم على خير. باي باي.